اهلا بيكم معانا. النهارده هنعمل قرص طريه. 2 كيلو حليب، معايا نص كيلو سمنه، حابه تعمليها بلبن رايب زي ما تحبي. وبعد كده ده ربع كيلو قشطه، يعني المعنى ان كل كيلو دقيق عليه ربع كيلو ماده دهنيه بس. زي ما حضراتكم شايفين دول 3 كيلو دقيق، هنزل عليهم ب6 معالق سكر ومعلقه ملح وكيس خميره فوريه، وهنزل بمعلقه بيكنج باودر، وهقلب كويس الخليط مع بعضه اللي هو المواد الجافة. بعد كده الخليط اللي انا كنت مجهزاه بنزل بيه على الدقيق. ما تنسوناش في اللايك والشير والاشتراك. طبعا بتنزلي بالخليط اللي احنا مجهزينه وبتلمي العجينة، وهتفضلي وياه لحد ما يلم العجينة. لو احتجت شوية مية تمام، ما احتجتيش خلاص، لكن هنا انا ما احتجتش مية. كده خلاص العجينة بقت تمام معايا. هلمها، وبعد ما هلمها هاخدها اغطيها وهسيبها حجمها يتضاعف وتختمر. طبعا الطبق هنا كان صغير معايا، وحضراتكم هتشوفوا النتيجة دلوقتي عاملة ازاي. طبق صغير، مفروض كنت عملت في طبق اكبر، بس يلا الحمد لله خير. وبلم العجينة زي البقجة، انا باخدها قطعة صغيرة في ايدي. حابة تكبري براحتك، حباها تعمليها زي ما انا عاملاها براحتك، حابة تصغريها زي ما تحبي. وبعد كده هبدأ ابطط، وبعد ما هبطط واخلص تبطيط هركنها وهسيبها ترتاح لها نص ساعة كمان بعد التبطيط، علشان تديني نتيجة كويسة. زي ما حضراتكم شايفين انا سبتها اختمرت ما شاء الله، كانت تحفة جدا. استوت على نار عالية من فوق ومن تحت. طبعا كل واحد عارف فرنه بيسوي فيه ازاي، بس هو نار عالية القرص بتستوي عليها. ما شاء الله كانت طرية جدا ولون موحد. هنقدمها مع بعض. ما شاء الله كانت طرية جدا وجميلة. ما تنسوناش في اللايك والشير والاشتراك. اشوفكم على خير، وكل سنة وانتم طيبين.